السلام عليكم، معكم أحمد حاتم في برنامج سوداني. طبعا أنا طولت شديد ما نزلت فيديوهات لي زي 5 ولا 6 شهور زي ما قلت لكم في آخر فيديو إنه أنا هحاول أنزل فيديوهات عشان ممتحن تالتة بس ما قدرت وكده. عشان كده هعوض الأيامات دي، هنزل كل 3 أسابيع أو كل شهر كده فيديو بانتظام، هيكون شغل منظم إن شاء الله. نبدأ الحلقة. هنتكلم عن الاحترام. يعني شنو الاحترام؟ يعني انت تعامل الناس بنفس الطريقة اللي عايزة يعاملوك بها، وما لنا ناس محددين، يعني كل فئات المجتمع كل الناس المهم يعني. لكن مثلا لما انت تحترم ناس فئة معينة، مثلا تحترم ناس جلابة كده كده ما اسمه احترام. يعني زي حركة مصر مع السعودية دي ما اسم احترام. اللي بيتزايد وبيقول دي مصريه، طب هي مصريه بقى واحنا اديناه للملك سلمان وهنديه، ولو طلب الاهرامات هديله الاهرامات وابو الهول وام الهول، هو يامر احنا نديله اللي هو عايزه. اراك توزع من مال امك. عسل سيرتك. كده اسمه كسر التلج، ده كده كسر التلج الصحيح صحيح. نجي نتكلم عن واحدة تانية، واحدة اسمها فجر السعيد، أديبة وكاتبة وصحفية معروفة يعني. الزولة دي بقت تنتقد في السودان عموما، بتتجرأ على الكثير، قالت إنه السودان حق مصر أصلا المفروض يرجع لمصر. قالت كده. طيب يا فجر أنا ما أعرف أنت درسوك شنو، لكن طيب نبدأ. كيف إنه السودان حق مصر؟ يعني السودان قريبات دي كان في الحكم الثنائي بريطانيا مع مصر، حتى بريطانيا طردت مصر، قالت ما عاوزاها. قبلها كان في ممالك عظيمة في السودان، يعني قبلها بوقت كان في زي مملكة الفونت، كانت ممالك غنية، كانت حتى بتصدق على دول الخليج بتاعتكم دي كلها. يعني أنا بعد ذلك أصلا ما أعرف أنت متغازلة شنو، أنت كويتية فاهمة، والموضوع بين مصر والسودان، فأنا وجارك شو دخل حماري؟ ولا أنت متغايزة عشان دولتك الكويت دي كلها حتيتونا كده حاجة كده قدر مبدأ كده، وشايفة في ناس بيقسموا في جزر وحتات وحلايب حاجات كده ضخمة شديد، ما عندكم أكبر من الكويت وحياة زي دي يعني مثلا. الجزر تاريخيا سعودية وليست مصرية. نعم. بالقلم والمسطرة لو تقيسها، تجيب الخريطة وتقيسها راح تطلع لك سعودية. قستها أنت صح، قستها، جبت مسطرة وقلم، جبت خريطة وخطيتها شفتها من الجزيرة حقت السعودية، بيقيسوها كده بالمسطرة في الخريطة صح؟ لا ما شاء الله. أنا عرفت الزولة دي يعني هي أصلا بدأت كده تهاجم في البلدان، فاهم؟ انتقدت لبنان بمنع السياحة الخليجية من دخول لبنان، ومنع مواطني مجلس التعاون من دخول لبنان، ومقاطعة لبنان اقتصاديا، ورفع المساعدات السعودية. بعدين انتقدت إسرائيل. يعني إسرائيل تاكل تبن، سوري على هالكلمة على الهواء. بعدين انتقدت السودان. طيب يا فجر انت عرفناك ساقطة تاريخ، ساقطة جغرافيا، كمان ساقطة انجليزي، يعني انت اسمك كاتباه غلط في الفيس، كاتبه اسمك فاجر السعيد، يعني كاتبه اسمك غلط. انت تعلم تتكلم زي الناس، بعدين تعلم تنتقد السودان. وصلنا لاخر الحلقه، ما تنسوا تسووا سبسكرايب، تنزل حاجات افريقيا مكاني زمن النور والعز زماني، ارض الخير افريقيا مكاني زمن النور والعز زماني. شوف الجدود جباههم عالية، جباههم عالية، جباههم عالية، مواكب ما في دراجاتها بجيب قدامه واقول لك السودان.